بتنسى الريموت في التلاجة أو بتدخل الأوضة وبتنسى أنت كنت رايح ليه ومودك طالع نازل كأنك في مسلسل تركي. الأوميجا 3 ناقصاك جامد. الأوميجا 3 فيها نوعين أساسيين، واحد الدي اتش اي وده غذاء المخ والعين بيساعد على التركيز والنوم والمزاج. اتنين اسمه الاي بي اي وده مضاد التهابات قوي جدا بيدعم المناعة والأعصاب وصحة القلب. لما بنظبط نسبة الاي بي اي والدي اتش اي في جسمنا بنقلل الالتهاب وبنحسن صحة القلب، ده غير إننا بنقوي المناعة جدا وبنقلل الاكتئاب والقلق. كمان الاوميجا 3 بتساعد جدا الناس اللي عندها ADHD، ده غير ان هي بتحسن جدا من صحة شبكية العين. اغلب الناس بيبقوا محتاجين 1000 مللي جرام من الاوميجا 3، بيبقى متقسم على الاي بي اي والدي اتش اي. ولو جسمك ملتهب جامد او عندك مشاكل مناعية ممكن تحتاج من 2000 ل 3000 مللي جرام في اليوم. بس خد بالك مش كل الكبسولات فيها الجرعات دي، لازم قبل ما ناخد الاوميجا 3 نبص على العبوة من ورا ونشوف نسبة الاي بي اي والدي اتش اي فيها قد ايه. لو المجموع بتاع الاثنين اقل من 1000 مللي جرام يا اما نزود الجرعة يا اما نغير المنتج. مهم جدا ان احنا نتاكد من مصدر الزيت بتاع الاوميجا 3 قبل ما نستخدمه، ولازم نتاكد ان المكمل جاي من مصدر نقي زي زيت السمك والماكريل والسردين. مهم جدا ان احنا لو عندنا نقص في الاوميجا 3 ما نشتريش المكملات اللي مكتوب عليها اوميجا 3 بلس 6 بلس 9، لاننا كده بناخد الاوميجا 6 والاوميجا 9 من الاكل اليومي اللي احنا بناكله، خصوصا الاكل المقلي اللي دايما بيبقى ناقصنا فعلا هو الاوميجا 3، لان هي بتقلل نسبه الدهون الثلاثيه في الجسم وبتوازن نسبه الكوليسترول في الدم وبتحمي قلبنا. جرب تاخد اوميجا 3 نقي لمده 3 اسابيع وراقب الفرق في مودك وتركيزك وكوليسترول. ويا ريت تشاركني في الكومنتات هل بتاخد اوميجا 3 ونوعها ايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير للفيديو.